ايه الحاجة اللي بتعملها لنفسك لما بتكون لوحدك؟ بقعد العب مزيكا وبقرا بس. ده مؤخرا صح؟ بقت اه الستوريز اللي بنشوفها دي. اه واركب بقى فاهم. مم. يعني اجيب اغنيه مثلا بتاع خانات الذكريات بس مثلا بتاعت قصاصه كنت مسحول معاها الاسبوع اللي فات. بتقول له عارف السيتويشن عامله ازاي الاغنيه، انا بحب اقراها، لو حبيتها قوي احب اقراها مش اسمعها، الديالوج نفسه. فهي في نص كده بتقول له انت حاجه من الحاجات اللي في حياتي كتيره، لو في ترتيب الخانات انت في الخانه الاخيره، انت جاهل يا ابني في المشاعر والكلام وياك خساره، في امتحان الغدر فاشل حتى مش عارف ايه، وفي خانات الذكريات حط نفسك في المواجع. عارف تحت خانة الملحوظات كده تاني ايوه بعدها حط ان الجرح واجع. انا فضلت اتسحل مع السايكولوجيكال ثيريز اللي حوالين كل ده، ايه اللي يقلب شخص على شخص بالشكل ده. يعني خدت الاغنيه وقعدت فضلت اقرا مثلا في بتاع 9 كتب بقى فاهم، بطلعهم من المكتبه عشان احلل الشعور ده، الدمويه دي تيجي منين، يعني الوجع ده عمل ايه الشخص ده. كل حاجه بتضايق اي حد من حد الشكل ده مرتبطه بخيانه. مش لازم الخيانه تبقى خيانه فيزيكال، عرف واحده، لا لا لا، خيانه مشاعر، شاف واحده تانية احلى منها ممكن تخلي واحده كده.